لعبة جراني. النهاردة هشرح قصة كاملة لكل شخصيات جراني، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والاشتراك، ويلا بينا. جراني هو العدو الرئيس في اللعبة. هو بيهجم عليك، وجراني تعتبر ذكية لأنها بتحطلك أفخاخ في كل مكان، ولو انت دوست على الأفخاخ دي وعملت صوت هتهجم عليك. طبعا شخصيات اللعبة زي برضو سلندرينا، وهي بتظهر في حالة لو انت حطيت دوميتري، فهي هتظهر كشبح وبعديها هتروح تاني. برضه زي سايمون ده كان قبل كده قصته انه طفل عادي، البيت بتاعه اتحرق وولادين الاتنين ماتوا، بس هو نجح من هروب البيت وراح لبيت جراني لانه لقى البيت ده قدامه. بعد ما دخل عرفته جراني على انجلي، ولما كبروا بقى يروحوا الغابة مع بعض. طبعا كلكم عارفين ان جراني وانجلي كان عندهم كلب وهو في المكان ده. الكلب ده كان زي اي كلب عادي، وكانت انجلين بتحبه جدا لحد ما جه يوم كان العاصفة فيه قوية جدا، فالكلب خاف وهرب، وهو تاه وراح لأي مكان ما كانش عارف، لحد فجأة وهو في الغابة لقى فندق مهجور. لما بص على الفندق ده دخل. طبعا الفندق ده انتوا هتعرفوه، الفندق ده كان بيسمع فيه أصوات غريبة جدا. طبعا ده كان بتاع آيس. كتر الصوت الغريب اللي كان بيسمعه الكلب اتجنن لدرجة انه اتحول لوحش. بعد كده الفندق ده فيه لص دخل، اللص ده شافه جود بوي او كلب انجلين بعض، وبعدين ايز انبهرت جدا من الكلب. ايز وتشارلي يقول لنا نطيهم غلط، مات ايز غلط، بس ماشي. بس الغريب هو ان مش نفس المطور، لكن اللعبتين بيكملوا بعض، لكن هما مش نفس المطور. بس احنا برضه بنلاقي كلب انجلين بقى قوي جدا لدرجة ان احنا بنرميله اللحمة، واللحمة دي اساسا بتبقى من جثة الحرامي، واكيد ايز قطعت الجثة دي كلها وقطعته اجزاء وخلتنا احنا ندور على كل ده.